السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبنائي وأعزائي الطلاب، أهلا ومرحبا بكم. الحمد لله الذي وهبنا نعمة العلم والعقل، ونسأله أن يجعل هذا العلم خالصا لوجهه الكريم. فهيا بنا نبدأ مع درس جديد. معنا النهاردة النموذج الثاني، هنبدأ نحل مع بعض النموذج الثاني رياضيات الصف الثامن. السؤال الأول: ترغب منى في إعداد عصير مكون من عنب وبرتقال بنسبة 8:24. اكتب النسبة في أبسط صورة. النسبة في أبسط صورة هقول 8:24. 8 بتقبل القسمة على 8، وال24 بتقبل القسمة على 8. هقسم على 8 للطرفين. 8 تقسيم 8 فيها 1، و24 تقسيم 8 فيها 3، يبقى إذا الناتج 1/3. طبعا بختار العامل المشترك الأعلى. السؤال الثاني: اكتب المتباينة التي تصف مجموعة الحل الموضحة على خط الأعداد. بنظر لخط الأعداد، السهم بيبدأ عند -2، الفترة مفتوحة وليست مغلقة، مغلقة بتبقى دايرة مظللة، يبقى إذن هقول س أكبر من -2. لو لقيت الدايرة مغلقة أقول أكبر من أو يساوي. السؤال الثالث فيها الرسم البياني الموضح. ما إحداثيات نقطة المنتصف للقطعة المستقيمة أ ب؟ هبدأ أحدد نقطة أ ب0 و6، نقطة ب 4 و0. بجيب نقطة المنتصف عن طريق القانون س1 زائد س2 على 2، و ص1 زائد ص2 على 2. بجمع السينات، بسمي دي س1 ص1، والنقطة الثانية س2 ص2. هجمع السينات، س1 ب4 زائد 0 تقسيم 2، و0 زائد 6 على 2. 4 تقسيم 2 تساوي 2، و6 تقسيم 2 بيساوي 3، يبقى نقطة المنتصف 2 و3. السؤال الرابع: الشكل المقابل يوضح مضلعا منتظما. ما قياس الزاوية الخارجية الواحدة؟ طبعا هشوف المضلع ده بيتكون من كم ضلع، يعني بعرف عدد أضلاعه. تعالوا نعد الأضلاع، أدي 1 2 3 4 5، يبقى ده شكل خماسي. طبعا كلنا عارفين إن الزاوية الداخلية للشكل الخماسي ب108. ده خط مستقيم، مجموع قياسات زاوية 180 درجة، يبقى إذن هقول 180 ناقص 108 بيساوي 72 درجة، يبقى قياس الزاوية الخارجية بيساوي 72 درجة. السؤال الخامس: يوضح الجدول التكراري المقابل عدد الأهداف التي سجلها فريق الرماية في إحدى المسابقات. اوجد منوال عدد الأهداف. المنوال هو القيمة الأكثر تكرارا. طبعا بنظر للتكرارات وأشوف أعلى تكرار، الأربع كررت 6 مرات، يبقى إذن المنوال بيساوي 4. ب: كم مرة سجل الفريق أقل من 5 أهداف؟ طبعا الفريق سجل 3 أهداف في مباراتين، و4 أهداف في 6 مباريات. هجمع 2 زائد 6 بيساوي 8 أهداف. السؤال السادس فيها الشكل المقابل، اكتب قيمة س. عندي زاوية س داخل المثلث، مجموع
قياسات زوايا المثلث 180 درجة، ما عندي غير زاوية واحدة، بحتاج أجيب الزاوية الثانية. طيب كيف أجيب الزاوية الثانية؟ عندي توازي، مستقيمين متوازيين، يبقى عندي تبادل حرف الزد، زاويتان متبادلتان متساويتان في القياس، يبقى إذن الزاوية هذه بتساوي 65 درجة، بتساوي قياس الزاوية هذه بالتبادل. 65 هجمعها مع 72 واطرحهم من 180، يبقى إذن 180 ناقص 65 زائد 82، يبقى إذن قياس الزاوية بيساوي 33 درجة. مسموح لك باستخدام الآلة الحاسبة، وزن س 33، وبكده أكون جبت قيمة السين. تذكروا يا شباب دايما مجموع زوايا الشكل الثلاثي والرباعي والخماسي من ضمن الأشياء الهامة اللي دايما بتيجي في الاختبار. السؤال السابع: إذا كان ترتيب الوسيط لمجموعة من القيم هو الخامس، يعني الرقم الذي يقع في المنتصف هو الخامس، عندي أكثر من طريقة. ترتيب الخامس يعني في قبله 4 أعداد أو 4 قيم، وفي بعده 4 قيم، يبقى إذن هجمع ترتيبات 4 قبل و4 بعد، يبقى 8، وهو يبقى التاسع، يبقى إذن القيم عددهم 9. وممكن أعملها عن طريق الرسم، يعني أعمل علامات، أدي الأول، الثاني، الثالث، الرابع، الخامس والوسيط، بزيد بعده 4 علامات وأبدأ أجمع العلامات، هلاقيهم 9 أعداد أو 9 أرقام. السؤال الثامن: ما المدة التي تستغرقها سيارة لقطع مسافة 595 كيلو متر بمتوسط سرعة 85 كيلو متر لكل ساعة؟ عندي قانون لمتوسط السرعة. السرعة بتساوي المسافة تقسيم الزمن. الزمن يساوي المسافة تقسيم السرعة. المسافة 595 كيلو متر تقسيم السرعة 85 كيلو متر في الساعة. مسموح لك باستخدام الآلة. 595 تقسيم 85 بيساوي 7 ساعات، يبقى إذن المدة هي 7 ساعات. وزن زينب 40 كيلو غرام، والنسبة بين وزن ليث ووزن زينب 3 إلى 4. 3 إلى 4. ما وزن ليث؟ أبسط النسبة بين ليث وزينب، طبعا هي واضح إن هي في أبسط صورة، خلاص يبقى إذن 3 إلى 4 دي زينب، ليث. زينب أصبح وزنها 40 كيلو، يعني الوزن مضروب في 10، وبالتالي هضرب أيضا في 10 ليث. 3 ضرب 10 بيساوي 30 كيلو جرام، إذن وزن ليث 30 كيلو جرام. السؤال العاشر: حل المتباينة 2 ضرب س زائد 4 أكبر من أو يساوي 26. عندي طريقتين للحل. الطريقة الأولى: ألف 2 ضرب س زائد 4 أكبر من أو يساوي 26. ممكن أقول بالقسمة على 2 للطرفين، إذن خلصت من 2، يبقى س زائد 4 أكبر من أو يساوي 13. علشان أحل المعادلة والمتباينة لازم أتخلص من الأعداد جنب السين، فهبدأ أنقل الأربعة الناحية التانية بإشارة مختلفة، يبقى س أكبر من أو يساوي 13 ناقص 4. إذن س أكبر من أو يساوي
9. طريقة باء عن طريق فك الأقواس. 2 ضرب س زائد 4 أكبر من أو يساوي 26. هبدأ أضرب الاثنان في القوس عشان أتخلص من الأقواس. يبقى 2 ضرب س ب2 س زائد 2 ضرب 4 8 أكبر من أو يساوي 26. تعلمنا سابقا في حل المعادلات أو المتباينات بتخلص من الأعداد حوالين السين، فهبدأ أخلص من 8. يبقى أقول 2 س أكبر من أو يساوي 26 ناقص 8. طبعا اتفقنا أي عدد بنقل من الطرف الأيمن للطرف الأيسر إشارته بتتغير. يبقى إذا 2 س أكبر من أو يساوي 18 بالقسم على 2 للطرفين. يبقى إذا س أكبر من أو يساوي 9 هيعطينا نفس الحل. يبقى إذا عندي طريقتين، أي طريقة تعجبك بتحل بيها في الاختبار. السؤال 11 من خلال المخطط المقابل: كم درجة الحرارة عند الساعة 5؟ طبعا دي الساعة 3 صباحا ودي الساعة 4 و5. هو عايز الساعة 5. هبدأ أطلع بخط مستقيم حتى أوصل للمنحنى أو المضلع. هبدأ أحدد النقطة على المضلع وأبدأ أرسم خط مستقيم أفقي. أشوف درجة الحرارة هتكون 20 درجة سيليزيوس. تقول جواهر: أفكر في عدد أضربه في 3 وأضيف إليه 5 يعطي الناتج 14. هنفرض العدد س. ما معلوم العدد فهفرضه بأي حرف أي رمز. يبقى إذن العدد س هنضربه في 3. يبقى س ضرب 3 وأضيف إليه 5 يبقى زائد 5 يعطي الناتج أي تساوي 14. تعالوا نضرب 3 ضرب س 3 س زائد 5 تساوي 14. عندي معادلة بحلها، بنقل 5 إشارة مختلفة. 3 س بتساوي 14 ناقص 5. يبقى إذن 3 س بتساوي 9. عايز أجيب قيمة السين، هقسم على 3. 3 س على 3 تساوي س، و9 على 3 تساوي 3. يبقى إذن س تساوي 3. يبقى العدد الذي تفكر فيه هو 3. السؤال 13: اكتب المعادلة 2 ص ناقص 4 س بتساوي -6 في صورة ص بتساوي م س زائد ج. أول شيء أسويه هنقول -4 الطرف الآخر. إذن 2 ص بتساوي 4 س ناقص 6. هبدأ أبسط المعادلة، أي هقسم المعادلة على 2. إذن ص بتساوي 2 س ناقص 3. ثم مثلها على المستوى الإحداثي. علشان أمثل أول شيء لازم أجيب نقطتين على الشبكة، فبعوض عن السين مرة ب0. تعالوا نشوف. يبقى إذن ص بتساوي 2 ضرب 0 ناقص 3. يبقى ص تساوي -3. إذن عندما س كانت ب0، طبعا 0 نقطة الأصل، يبقى إذن ص ب-3. خد بالك من السالب تحت في الأسفل. نجيب نقطة تانية، س بتساوي وليكن مثلا 2. تعالوا نعوض. يبقى إذن ص بتساوي 2 ضرب 2 ناقص 3. يبقى ص بتساوي 4 ناقص
3 يبقى ص بتساوي 1. يبقى عندما س كانت ب2 ص ب1. حدد النقطة على المستوى الإحداثي وأبدأ أوصل النقطتين بالمسطرة. يبقى إذا كده أنا مثلت بياني. السؤال الرابع عشر: تبلغ كتلة قطعة من الفولاذ 80 غرام، تم صنعها من 20% من الكروم ومن النيكل 9% والباقي من الحديد. ما كتلة الكروم؟ عايز أعرف كتلة الكروم كانت 20%. يبقى إذن هقول 20% ضرب الكتلة 80 غرام. 20% أي 20 على 100 ضرب 80. ببسط ممكن أقول 0 مع 0 وصفر أيضا مع 0. 2 ضرب 8. 2 ضرب 8 بتساوي 16 غرام. يبقى إذن الكتلة تساوي 16 غرام. السؤال الخامس عشر: يوضح الجدول التكرار المقابل معلومات حول الوقت الإضافي الذي يمنحه حكم كرة قدم في أحد المواسم الرياضية. كم عدد المباريات التي استغرق فيها الوقت الإضافي أكثر من 4 دقائق؟ الوقت عندي جدول يوضح الوقت والتكرار. الوقت الأول س أكبر من أو يساوي 2 وأقل من 4، يعني هنا يقصد دقيقتين أو 3. الصف الثاني س أكبر من أو يساوي 4 وأقل من 6، يعني يقصد الوقت 4 و5 فقط وما بينهما. س أكبر من أو يساوي 6، يعني يقصد 6 و7. الوقت الإضافي أكثر من 4 دقائق، هنا بيبدأ من عند 4 دقائق، وبالتالي ممكن أعتبر أن 3 مرات حسب دقائق أكبر من أو يساوي 4 دقائق، ومرة واحدة كان من 6 إلى 7 أيضا أكثر من 4 دقائق. فإذا المباريات التي احتسب فيها وقت أكثر من 4 دقائق هي 4 مباريات. السؤال السادس عشر: قام هاشم بفتح حساب توفير في أحد المصارف التجارية وأودع فيه 25 ريال، ويقوم بإيداع 15 ريال شهريا في الحساب. اكتب صيغة المبلغ الإجمالي. الصيغة هنقول إن ميم أي المبلغ يساوي 15 ضرب نون. 15 ريال شهريا أي متغيرة كل شهر تتغير. 15 في الشهر الأول، لكن في الشهر الثاني نون هتكون ب2 فتبقى 30 وهكذا. وهو في البداية بدأ بمبلغ 25 ريال، هقول زائد 25. طبعا 25 ريال ما بتتغير لأنها ثابتة من الثوابت. إذن ميم بتساوي 15 نون زائد 25. باء استخدم الصيغة لإيجاد المبلغ الذي تم إيداعه خلال 9 أشهر. طبعا عدد الأشهر نون، عدد الأشهر أصبح 9، وبالتالي عوض عن نون ب9. يبقى الميم يساوي 15 ضرب 9 زائد 25. تحسب على الآلة الحاسبة. إذن ميم بتساوي 160 ريال. يبقى في خلال 9 أشهر أصبح المبلغ 160 ريال. السؤال السابع عشر: تقدر تكلفة كيس الحليب 1.8 كيلوغرام بقيمة 4.950 ريال، وتقدر تكلفة كيس الحليب 9 كيلوغرام بقيمة 2.520 ريال.
أي كيس حليب تقدم أفضل قيمة مقابل النقود. عشان أحسب تكلفة الكيس هبدأ أشوف الكيس الأول بحسب تكلفة الكيس للجرام الواحد، يعني أقول الجرام الواحد للكيس الأول يساوي نقسم السعر 4 ريال 950 على الجرامات 1.8، هيكون الناتج 2 ريال فاصل 750. طيب الثاني طبعا نجيب الجرام الواحد للكيس الثاني، يبقى الجرام الواحد يساوي السعر 2.520 تقسيم 8/10، هيكون الناتج 2.8 أي ريالين و800 بيسة، والأول كان ريالين و750 بيسة. إذن الأفضل هو الأول. السؤال 18 قسم 820 ريال عماني على كل من ماجد وعمر ونبهان بنسبة 4:5:1 على الترتيب. صل بين كل واحد منهم بنصيبه من المبلغ. خلاص ببدأ أجمع النسب الأول، أقول 4 زائد 5 زائد 1 بتساوي 10. بجيب قيمة الجزء بتساوي، هقسم المبلغ 820 على 10 هيديني 82، يبقى إذن قيمة الجزء الواحد 82 ريال. طيب عايز أحسب ماجد. نسبة ماجد كانت 4، يبقى أقول 4 ضرب 82 هيطلع المبلغ ب328 ريال، يبقى إذن ده مبلغ ماجد. عمر كان 5، هضرب نسبة عمر 5 ضرب 82، 2 ضرب 5 يساوي 10، و5 ضرب 8 ب40 يبقى إذن 41، يبقى إذن المبلغ 410 ريال. نبهان كانت النسبة حاله 1 ضرب 82 ب82، يبقى إذن 82 ريال حال نبهان.